والساعة الذهبية دي نفس الconcept اللي بنتكلم فيه، إن كل إمم، دقيقة بتفرق، واخد بالك، كل ما المريض واخد بالك إمم، بيعدّي عليه دقيقة في انقطاع للدم، واخد بالك، ففي خلايا بتتلف ولا تُستعوض. إمم، فالساعة الذهبية دي تُطلق للمريض واخد بالك إنه بسرعة توجه المستشفى، وتُطلق جوه المستشفى، ما إحنا بتتقلب جوّه المستشفى المستشفى، لخلية نحل إمم، علشان يقدر المريض ياخد الدوا المذيب للجلطة ده في أسرع وقت، إمم، وغير مسموح إن يحصل تأخير أكتر من ساعة عقبال ما ياخد هذا الدوا المذيب، أو لو احتاج قسطرة مخية واخد بالك ما يعملهاش، واخد بالك، آه. فده مهم جدًا. تاني معلش حضرتك استعرضتها في بداية الكلام، بس أنا عايز أقول 1، 2، 3، 4 إيه العلامات اللي بتحصل لحضراتكم وربنا يسلِّم الجميع يا رب بإذن الله، وتقول أن هناك مؤشرات لسكتة دماغية اتحركوا في الساعة الذهبية وبسرعة، 1، 2، 3، 4، 5. إن يحصل ثقل أو خدل واخد بالك في ذراع أو رجل أو كلاهما، إمم، إن يحصل تُقل في اللسان، اعوجاج في الفم، إن يحصل مشكلة في الاتزان مفاجأة، وإن إمم، يحصل مشكلة في الإبصار، إمم، سواءً كان الإبصار ده إن فجأة حصل واخد بالك فقدان البصر أو إمم، الزوجية في الرؤية. إمم، والكلام مهم جدًا، واخد بالك، ممكن يحصل ثقل في اللسان أو تلاقي المريض لا عارف يعبّر ولا فاهمك، واخد بالك، يعني إمم، الكلام برضه ليه نمط آه، كذا نمط واخد آه، بالك، ممكن واخد بالك يلفت نظرك واخد بالك إن المريض عنده سكتة إمم، دماغية. وطبعًا لو حصل تدهور في درجة الوعي، كل درجة ده لازم يستلزم فورًا إن المريض واخد فورًا. بالك يتحرك بسرعة.